مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل طاجن البامية في الفرن. المقادير بتاعتنا دول كيلو إلا ربع بامية خضرة، ممكن طبعا نستعمل اللي هي مفرزة. نص كيلو لحمة، ممكن طبعا الضاني أو العادي، وطماطمية واحدة، وقرن فلفل حامي، حوالي 5 فصوص توم، كوباية صلصة طماطم مسبكة، شوية زيت هحتاجهم لتحمير اللحمة، معلقة كبيرة ونص سمنة، بصلة كبيرة متقطعة صغير، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة قرفة، وقالب مرقة، وحوالي 3-4 فصوص مستكة. وهحتاج مية. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. اول حاجة بعملها بغسل البامية كويس قوي واصفيها لحد ما تنشف خالص، عشان وانا بنضفها ما تمزلقش مني. ازاي انضف الجزء اللي فوق ده؟ بسكينة صغيرة الف حواليها كده، بس ايه، اطلع لفوق على شكل هرم يعني، بالطريقة دي، عشان مرميش الحتة اللي فوق دي، واشيل الجزء اللي تحت بالشكل ده، واقسمها بالنص لو طويلة. وفي نفس الوقت اجهز التوم، هدقه. اما اجي ادق التوم ما احطوش زي ما هو كده، اقطعه شرايح عشان يبقى سهل عليا ان انا ادقه. احط له شويه ملح صغيرين كده وانا بدقه، وابتدي ادقه ناعم كده. انا دقيته ناعم خالص. بالنسبه لقرن الفلفل انا غسلته، هشيل بس الجزء ده. ممكن اقطعه صغير لو انا عايزه الباميه تكون سبايسي شويه، او ممكن اعمل خط فيه بس كده، اشقه بالشكل ده بس واسيبه على كده، يديله طعم حلو وشطشطه حاجه بسيطه. بالنسبه للطماطم هقطعها شرايح صغيره. دي انا هحطها فوق الطاجن من فوق. بعد كده هبتدي اجهز اللحمه. هحط شويه زيت صغيرين، يعني حوالي معلقه كبيره، والنار تبقى عاليه. اول ما الزيت يسخن احط اللحمه على طول. هي كده اللحمه خلاص اتحمرت، هطفي عليها واشيلها في اي طبق. هبتدي اشوح الباميه. هحط تقريبا تلت كميه السمنه، استنى لما تسخن واحط الباميه واشوحها خفيف. اشوحها على نار عاليه. هي كده كفايه، يعني 3 دقايق كفايه تحمير. اطفي النار واشيلها من الطاسه دي. في نفس الطاسه احط بقيه السمنه، واحط معاهم فصوص المستكه. استنى لحد ما المستكه تسيح، لانها بتسيح بس في السمنه او الزيت، ما بتسيحش في الميه. هي كده ساحت. احط كزبره ناشفه الاول واشوحها خفيف كده في السمنه، هي على طول هلاقيها لونها اتغير. اقل من نص دقيقه. احط على طول البصل واحمره لحد ما لونه يبقى فاتح شويه. رش عليها رشه ملح خفيفه. هو كده البصل اتحمر. احط عليه على طول الثوم واحمره. بعد كده احط قرن الفلفل معاه، واحط قالب المرقه والتوابل، الفلفل الاسود والقرفه. اقلبه تقليبه خفيفه كده، وبعد كده احط الصلصه. احط على طول الصلصه، واحط معلقه صغيره ملح دلوقتي. بعد ما احط الميه اشوف ملحها شكله ايه، وبعدين احط شويه ميه مش كلها، وبعدين احط تاني اللحمه، عشان اللحمه لازم تستوي شويه قبل ما تدخل الفرن. هوطي النار على النص
واغطيها واسيبها تستوي لحد نص ساعة او حسب نوع اللحمة، يعني ممكن تستوي قبليها. النار تبقى متوسطة. لما احس ان المية خلصت ممكن اضيف ربع كوباية مية، يعني ما غرقهاش مية دلوقتي. هي كده تقريبا عدى عليها نص ساعة. هحط لها شوية مية صغيرين، استنى بس تغلي الاول واشيلها على طول من على النار واحطها في الطاجن. هحط البامية الاول، هرص اللحمة الاول. طبعا انا شفت ملح الصلصة لقيتها كويسة. هي كده محتاجة شوية مية صغيرين. المهم ان المية تغطي البامية. بعد كده احط الطماطم من فوق. الطماطم دورها ان البامية ما تسودش وهي في الفرن. طبعا ممكن اعمل في اي صينية عادية بس اغطيها بفويل. دي ليها غطا فهغطيها واحطها في الفرن على درجة حرارة 400 فahrenheit، يعني تقريبا 210. هتقعد تقريبا نص ساعة. بعد كده افتح الغطا واشغلها الشواية من فوق، اسيبها تحمر شوية. الطاجن استوى، خد تقريبا 35 دقيقة في الفرن. في الاخر خالص ولعت 5 دقايق الشواية عشان يتحمر وشه. وبيتقدم مع رز بالشعرية او ممكن يتقدم زي ما هو كده مع العيش. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.